ازاي بقى تعملي غريبة ناعمة وفي نفس الوقت شكلها شيك جدا متناسق بتدوب. طريقة التشكيل ولا اسهل والمكونات ولا اروع. مش بالزبدة، ما فيهاش بيض، ما فيهاش لبن، ما فيهاش اي حاجة. هما 3 مكونات بس وهتعملي احلى غريبة. بتدي كمية كبيرة جدا جدا من كيلو دي، وكمان نص كيلو دي هقول لكم هيديكوا قد ايه، كتير جدا فوق فوق ما تتصوروا يعني. هقول لكم على طول بقى المكونات وازاي عملتها وكل الاسرار عشان تطلع معاكم ناعمة كده وبتدوب ولونها فاتح. بس لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. المكونات بتاعتي مفيش اسهل منها. معايا كيلو دقيق، ودقيق يكون متعدد الاستخدامات. ومعايا 300 جرام من السكر البودرة، 600 جرام من السمنة مش الزبدة. يعني الغريبة تقريبا الوحيدة اللي بتتعمل بالسمنة، مش زبدة خالص، علشان تطلع معاكوا غريبة ناعمة زي اللي بتشتروها من بره. هي بنستخدم لها سمنة. طبعا السمنة اللي انا بستخدمها كمان سمنة لونها فاتح، مش سمنة لونها اصفر، علشان تديكوا اللون الفاتح بتاعها. بس لو استخدمتوها سمنة صفرة برضو من كتر الضرب فيها برضو هتبيض يعني معاكوا. بس يستحسن لو دي موجودة نستخدمها. طبعا نوع السمنة بيفرق جدا. مهم جدا يكون طعم السمنة حلو، جودتها حلوة، علشان تديكم نتيجة حلوة. اول خطوة معايا هضرب السكر والسمنة بتاعتي كويس جدا جدا، سواء في العجان او في المضرب الكهرباء. المضرب الكهرباء ضروري في الوصفات دي علشان يديكوا فوم كده ويديكوا النتيجة اللي انتوا عايزينها. مضرب السلك برضو هينفع، بس هياخد منكم وقت شوية. طبعا انا حطيتهم في العجان وضربت فيهم لحد ما ادوني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين لونهم بقى عامل ازاي، كان ازاي وبقى عامل ازاي. وبس كده هحط بعد كده كيلو دقيق كامل كله. وهضرب وبالراحة جدا عشان خاطر كل الدقيق ده ما يطلعش بره ويعفر جامد يعني. فهضرب على سرعة خفيفة قوي 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 في الأول. بعد كده هزود السرعة واحدة واحدة. اول العجينه في اولها هتبقى مفروله كده وشكلها بايظ خالص زي ما انتم شايفينها في الفيديو. بعد كده العجينه بتبتدي تلم معايا. بعد كده العجينه تبتدي تلزق، بصوا زي ما انتم شايفينها كده عامله ازاي. هي مش تتشكل خالص كده، لسه ناشفه ومش هو ده اللي انا عايزاه. نزلت بس الجناب. وبعد كده هشغل تاني العجان لحد ما اوصل بقى لقوام عجينة بتلزق جدا. انا عايزاها عجينة تكون بتلزق خالص، يعني ما ينفعش ان انا اصلا امسكها بايديا ولا اشكلها بايديا. فهوريكم دلوقتي بتاخد وقت شوية في الضرب. فانا سبتها شغالة ورحت بصوا بقى، بصوا بتلزق ازاي يعني. بتلزق جدا طبعا واضح يعني. دي اصلا مش هينفع حتى امسكها بايديا. اديتها ضربة كده سريعة تاني وبعد كده هقولكوا هنعمل فيها ايه. الخطوة الجاية دي مهمة جدا جدا، ان انا هحطها في التلاجة. هتاخد معايا قد ايه في التلاجة لحد ما تطلعوها، مثلا ممكن ساعة ساعتين، لحد ما تطلعوها من التلاجة تلاقوها مسكت نفسها كده وتقدروا تشكلوها وما تكونش بتلزق معاكم. دي كده القوام اللي انا عايزاه. بصوا بتلزق خالص. هغطيه بكيس علشان وشه ما ينشفش. وهحطها في التلاجة بقى لحد ما تمسك نفسها. انا صراحة سبتها اكتر من ساعتين، عشان سبتها بقى ونزلت وعملت مشاوير وكده. وبعد كده عملتها لما رجعت. طبعا بصوا بتلزق خالص ازاي، حتى مش عايزة تتشال من المعلقة السيليكون يعني. سبتها بقى كده في التلاجة. وبصوا او غطيتها بكيس علشان الوش ما ينشفش او تاخد من ريحة اي حاجة. وهطلعها معاكم واقول لكم هشكلها ازاي. بصوا بقى اول ما طلعتها شايفين بقت عامله ازاي. سهل جدا ان انا اشكل فيها. طبعا دلوقتي مش ملزقه ولا فيها اي حاجه. هشكلها بقى كور كده صغيره خالص اهو. كور كده حجم صغير جنب بعض. الكور تكون شكلها متناسق عشان في الاخر خالص تديكي نتيجه حلوه. حاجة في الأول خالص، السمنة اللي أنا استخدمتها سمنة ساقعة، ما تكونش سمنة سايحة، ما تكونش سمنة بحرارة الغرفة. السمنة أنا كنت حطاها في التلاجة.
طبعا هنا الصينية اللي هشكلها هدخلها التلاجة، لو الجو حر هدخلها التلاجة شوية كده تمسك نفسها وتسقع. بعد كده هدخلها على فرن متسخن على حرارة 170، وهدخلها ما بتاخدش تقريبا 8 دقايق وبس، بتخرج لونها ابيض زي ما هي، الوش والارضية بتاعتها بتخرج لونها ابيض. لو الجو ساقعة خلاص ممكن ما ادخلهاش تلاجة عشان كده كده الجو ساقع. بس لو صيف يستحسن ان انا ادخلها التلاجة مثلا 10 دقايق او حاجة، وبعد كده اطلعها احطها في الفرن وهكذا. يعني ما سيبش الصواني بره. لو انتوا بتشكلوها الاول وبعد كده تسووا، فالصينية اللي انتوا تسووها، الصينية اللي انتوا تشكلوها حطوها في التلاجة، ما تسيبوهاش بره. طيب العجينة اللي في العجان دي، لو انا قدامي شوية كده وابتدي ان انا اشكل تاني، يستحسن ان انا اشيلها في التلاجة ما سيبهاش بره، لو طبعا الجو صيف. هنا بقى حطيت اللولي بتاع الغريبة ده في نص الغريبة كده، وممكن طبعا تحطوا مكسرات. انا صورت اللولي وبعد كده حطيت مكسرات بقى اللي انتوا حابينها تحطوها حطوها، مش هتفرق خالص. بس دوسوا عليها كده دوسة بسيطة كده في النص وخلاص. دخلتها بقى الفرن بتاعي، وادي شكلها لما طلعت، بصوا عاملة ازاي وما بتلزقش. ما يعني بصوا شكلها ما بيتغيرش، وجميلة جدا جدا، فظيعة بجد، يعني لازم تجربوها. كمان النعومة بتاعتها بقى هوريها لكم كمان شوية. الصينية التانية في الفرن وهكذا لحد ما خلصت الكمية. طلعت لي كمية كبيرة جدا جدا من الكيلو، طبعا دول حتى ربعهم يعني. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها جميل قوي قوي، لونها فاتح. هنا حطيت بالمكسرات واللولي طبعا. انا بالنسبه لي المكسرات احلى. اللولي كريسب كده شويه وناشف شويه، يعني حاساه مش لايق قوي مع الغريبه ان هي ناعمه قوي وبتدوب كده. فانا حبيت بصراحه المكسرات اكتر. بصوا بقى عامله ازاي، حبيت اوريها لكم، ناعمه جدا جدا فوق الوصف يعني. هي ملاحظات بسيطة جدا للغريب علشان تنجح معاكم. كمان أول ما تطلع ما تلمسوهاش خالص خالص من الصينية، سيبوها براحتها تبرد براحتها خالص. بعد كده تقدروا تشيلوها من الصينية وترصوها بقى في العلبة، تكون بتتقفل كويس جدا. وبس كده، دي طريقة الغريبة سهلة جدا وبسيطة. جربوا بقى الوصفة بتاعتي، واعملوا لي لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل وصفة جديدة بنزلها هنا على القناة. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.